يأتي أقوام لا خلاق لهم فيقولون إن النقاب ليس في الشريعة، ويسمحون للفتاة العاهرة التي تلبس ثيابا تكشف فيها عن ساقيها وعن فخذيها وتكشف عن ذراعيها وتكشف عن شعرها بدخول المدينة الجامعية آمنات مطمئنات لا تسريب عليهن ولا لوم، ويمنعون الحيات الفضليات الكريمات اللواتي استحيين وغطين وجوههن اتباعا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للأحاديث والآثار بل والآيات، فتمنع الفضليات من دخول المدن الجامعية. وعياذا بالله يفتري هؤلاء الأفاكون الأثمة على الشريعة قائلين إن النقاب لا أصل له، تسمح أو يسمح للمتبرجة السافرة التي هي إلى العهر أقرب، التي تكشف عن فخذيها وعن شعورها بالدخول آمنة مطمئنة، والعفيفة المتعففة التي سترت وجهها تمنع من دخول المدن الجامعية. قاتل الله من وضع هذا القرار، أسأل الله أن يهينه كما يحاول إهانة المسلمات الطيبات، أسأل الله أن يزيحه عن منصبه وأن يرينا فيه آية. فالفضليات العفيفات يجب أن يسمح لهن بكل خير وكل جميل، والساقطات السافرات ينبغي بل يجب أن يؤخذ على أيديهن. غريب أمر قوم يسمحون للفسق بالانتشار ويمنعون الفضيلة، يصبون جام غضبهم وكتاباتهم على الفضليات، وما سمعنا واحدا منهم يتكلم على المتبرجات ولا يقول نصدر قرارا بمنع المتبرجات من دخول الجامعات. أصبحت الجامعات محلا للدعارة أو أقرب إلى أن تكون محلا للدعارة، شبان فسق مع فتيات فاسقات ولا يمنعهن مانع، والمنتقبة المتعففة التي تحافظ على حيائها وعلى عرضها وعلى دينها تمنع من دخول الجامعات وتمنع من سكن المدينة الجامعية. وكل هذا مدعم بسخرية من صحفي ماجن أو فتوى من زائغ فاسق فاجر إلى غير ذلك. فجدير بنا جميعا أن نتكاتف لحراسة هذه الفضيلة، فضيلة الحجاب. من كان له قلم يكتب فليكتب مدافعا عن هذه الفضيلة، من كانت له محاضرات في فضائيات فليتكلم مدافعا عن هذه الفضيلة، من كان له أي سبيل للحفاظ على دينه والحفاظ على المسلمات من هذه الرذائل المنتشرة، فواجب على كل مسلم مستطيع أن يدافع عن دينه أن يبذل ما في وسعه للدفاع عن هذا الدين. جدير بنا جميعا أن نتكاتف، جدير بمن كان قاضيا أن يعمل في محل عمله بنصرة هذا الدين، من كان كاتبا من كان صحفيا. جدير بنا جميعا أن نحافظ على ديننا، فإن عرى الدين تنقض عروة عروة أمام أعيننا، يزهد في الحج، يزهد في العمرة، ينتشر الربا، كل ذلك مؤذن بدمار بلادنا تلك البلاد المسلمة. إن رب العزة قال في كتابه الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. جدير بنا جميعا بارك الله فيكم أن ننصر ديننا ينصرنا ربنا سبحانه قبل أن تغرق بلادنا وقبل أن تدمر بلادنا من جراء المعاصي ومن جراء الجرائم. جدير بالصالحين أن يحافظوا على سفينة بلادهم من الغرق، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلو تركوهم وما يريدون لغرقوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا.